مساء الورد. ان شاء الله اليوم رح نعمل معكم المانتي التركي. هو يعتبر طبق جانبي او نوع من المقبلات. بسيط كتير ومكوناته بسيطة وسهل جدا ولذيذ جدا كمان. خلينا نشوف ايش رح نحتاج. رح يكون عندنا 3 مجموعات، هي العجينة، الحشو، التوبينج او الصوص اللي بيكون من فوق. للعجينة رح نحتاج 1.5 كوب طحين، بيضة، ملح، تقريبا ربع كوب مي، يمكن اقل يمكن اكتر حسب نوع طحينكم. انا على كل حال انا رح افرجيكم كيف بيكون قوام العجينة عنا. هلا الحشوة رح نحتاج لحمة مفرومة، يفضل تكون مخلوطة بين العجل والخروف، افضل تطلعوا اطيب. بصلة مفرومة ناعم ومدبلة بمعلقة زيت. بهارات الحشو هي ملح، فلفل اسود، بابريكا حارة حسب الرغبة، هاي انتو بكيفكم يعني. للتوبينج رح نحتاج لبن زبادي، نعناع مجفف، قطعة زبدة وبابريكا. هذا المانتي التركي. في فرق بين المانتي التركي والمانتي الأرمني بطريقة التحضير وبالمكونات. أنا هون للسرعة كنت عاجنة العجينة من قبل ومحضرتها عشان ترتاح عشان الوقت. هي هيك قوامها بيكون. خلي العجينة تكون معكم وسط، لا تكون لينة ولا تكون قاسية، وسط بيناتهم يعني. زي ما قلت لكم انا البصله قليتها تقلايه بسيطه مع معلقه زيت. هلا حطيتها على اللحم وحطيت عليها البهارات وراح اخلطهم. هاي الحشوه شكلها بعد ما خلطناها. هلا خلينا نفرد العجينه. هاي عجينتي بعد ما فردتها. حاولوا تكون رقيقه يعني ما تخلوها سميكه. هلا بدي اقطعها مربعات وابلش احشي. هاي بعد ما قطعتها حاولوا تبقى المربعات كتير يعني متساويه، بيكون افضل، بيطلع شكل معكم ارتب. بتعملوها بهالشكل، بتسكروها اول شي بتطبقوها بهالشكل هيك، بعديها بتتنوها من الاتجاه الثاني، بعديها بتحاولوا هيك تضغطوا على الاطراف عشان تسكروهم وما تطلع منهم الحشو. بيطلع عندكم هالشكل هاد. هاي شكلهم بعد ما جهزناهم. هاي كل الكمية صارت جاهزة. هلا بنحطهم بنغطيهم ونحطهم بالثلاجة لوقت التحضير. هلا بنحط مي بالطنجرة، مي سخنة كأننا بدنا نسلق معكرونة بالضبط. بنحط عليهم ملح وشوية زيت. لبين ما تغلي المي راح اخلط اللبن الزبادي مع نص معلقة صغيرة ملح. واللي بيحب نكهة التوم يحط، مو كتير توم يعني، لو نص حبة صغيرة بس مهروسة ونخلطها مع اللبن بتعطي نكهة كتير طيبة. طبعا اللي بيحب، اللي ما بيحب عادي. يفضل انه اللبن يكون طالع من الثلاجة قبل بفترة، يعني يكون بدرجة حرارة الغرفة يكون افضل. هي نزلناهم بقلب المي السخنة. لازم تكون تغلى طبعا اكيد، لازم تكون كمية المي كبيرة. نتركهم يغلوا تقريبا 7 دقايق او لما تشوفوا انه العجينة استوت تماما. هي هيك ما شاء الله خلص صاروا جاهزين. هلا بناخدهم بنصفيهم بنحطهم بصحن التقديم. وهلا بنوزع اللبن اللي عملناه. هون دوبنا بس قطعة الزبدة مع البابريكا الحارة او الحلوة طبعا حسب رغبتكم. بنرشها على وجه الطبق بهالطريقة. بزينها كمان بشوي بالنعناع الناشف وباللوز المقلي كمان. طبعا هاي اشياء كلها حسب رغبتكم.